البيدوفيليا مرض نفسي ولا جريمة؟ النهاردة هنتكلم عن موضوع خطير جدا وحساس، وهو البيدوفيليا. يعني ايه بيدوفيليا؟ امتى اكتشفوها؟ ايه اسبابها؟ وهل ليها علاج ولا لا؟ فتابع معايا الفيديو ده عشان نكتشف الحقيقة سوا. طب انا عمالة من اول الفيديو اقول بيدوفيليا. اصلا يعني ايه بيدوفيليا؟ كلمة بيدوفيليا دي اصلا جاية من اصل يوناني، بيدو يعني طفل، فيليا يعني حب. بس الموضوع ده ابعد ما يكون عن الحب. البيدوفيليا هو اضطراب نفسي، وفيه بينجذب الشخص انجذاب جنسي للاطفال، وخاصة الاطفال اللي تحت 13 سنة. واللي عنده الاضطراب ده ممكن يبقى عارف انه مريض، هو مش شرط ان هو يكون ارتكب جريمة، بس هو من جواه حاسس بالاحساس ده. طيب كده عرفنا يعني ايه بيدوفيليا. امتى بقى اكتشفوها؟ العلم بدأ ينتبه للموضوع ده في اواخر القرن ال19، لكن أول مرة اتسجلت كتشخيص نفسي كانت سنة 1886 على إيد دكتور ألماني اسمه ريتشارد فون كرافت، وتم تصنيفها رسمياً كاضطراب نفسي في كتب الطب النفسي. طب إيه هي أسباب البيدوفيليا أصلاً؟ لحد النهاردة العلم لسه ما حسمش السبب 100%، بس في عوامل ممكن تكون مسببة للمرض، زي مشاكل أو صدمات حصلت وقت الطفولة، واختلال في وظائف الدماغ أو الهرمونات. وفي اضطرابات نفسية كتير ممكن تسبب ان الشخص يبقى عنده الاضطراب ده، او حتى ان الشخص نفسه اتعرض لاعتداء وهو صغير. طب نتكلم في اهم حاجة بقى، هل يا ترى البيدوفيليا ليها علاج؟ هي ليها علاج، بس العلاج مش سهل ابدا، لان الهدف من العلاج ان احنا مش بس الشخص ده يوقف السلوك، لا، ان احنا لازم نخليه يتحكم في الافكار. فالعلاج بيشمل العلاج المعرفي السلوكي، وأدوية بتقلل الرغبة الجنسية، وكمان بينضم لمجموعات الدعم النفسي. وفي بعض الدول عندها برامج للمراقبة بيتحط فيها الشخص اللي عنده الاضطراب ده تحت المراقبة عشان ما يأذيش طفل بريء ملهوش ذنب في حاجة. بس الأهم إن الشخص لازم أصلاً يطلب المساعدة قبل ما يتحول لمجرم. نخلي بالنا من الشخص اللي عنده ميول بيدوفيليا بس ما أذاش طفل، والشخص تاني اللي أذى واعتدى على طفل. الأولاني شخص محتاج للعلاج، التاني مجرم يستحق العقاب. وفي النهاية لازم الشخص اللي عنده الميول دي أو اللي عنده ميول غير طبيعية يطلب الدعم وما يتكسفش قبل ما يأذي حياة طفل. والأهل لازم يوعوا أولادهم ويحموهم وما يثقوش في أي حد حتى لو الشخص ده قريب. فاحموا ولادكم وعرفوهم إن السكوت عن أي تصرف مريب بيخلي المجرم يتمادى في اللي هو بيعمله. ولو الفيديو عجبكم اعملوا له شير وخلوا غيركم يستفيد، وخليكم فاكرين دايما ان الوعي هو اول خطوة للحماية.